كان الرجل يعترف بحبه لزميلته التي يحبها، لكن فجأة ظهرت فتاة صغيرة ونادته أبي. غضبت الزميلة وغادرت فورا. أخبر الرجل الفتاة بسرعة أنه ليس والدها. في تلك اللحظة جاءت أجمل امرأة في المدرسة. ركضت الفتاة نحوها مرة أخرى ونادتها أمي. بدت المرأة مرتبكة وسألت الرجل إذا كانت الفتاة ابنته. كان الرجل على وشك إنكار ذلك، لكن الفتاة قالت إنهما والديها. لفهم ما يجري كان عليهم أن يأخذوا الفتاة لتناول وجبة معا بشكل غير متوقع. حتى النادل قال إن الفتاة تشبه المرأة كثيرا. أعطت الفتاة الكاميرا التي كانت تحملها للمرأة، كانت مليئة بالصور للمرأة والرجل. كانت المرأة مصدومة للغاية بعد رؤيتها، لذا قرر الاثنان أخذ الفتاة لإجراء اختبار الأبوة. أظهرت النتائج أن الفتاة كانت بالفعل ابنتهما، ثم أدركوا أن الفتاة جاءت من العالم بعد 10 سنوات. ظنت الفتاة البريئة أنهم سيطلقون، وعندما رأت مدى حزن الفتاة قال الاثنان بسرعة إنهما لن يطلقا، حتى أنهم أمسكوا بأيديهم لطمأنة الفتاة. لاحقا أخذوا الفتاة للتسوق في المركز التجاري. في ذلك الوقت رأت الفتاة نشاطا للأزواج، حيث يمكنهم الحصول على تذاكر سينما مجانية إذا أمسكوا بأيديهم، لذا أخبرت الرجل فورا بالتسجيل فيه. حاولت المرأة الانسحاب بهدوء، لكن الفتاة أمسكت بها. ذهب الرجل إلى مكتب التسجيل ليجد أن المنظم كان منافسه السابق في الحب. ظن المنافس أن الرجل جاء بمفرده، ثم سخر وقال إن النشاط يتطلب مشاركة شخصين. في تلك اللحظة جاءت المرأة، تعرف المنافس عليها فورا كجمال المدرسة، لكنه لم يتوقع أبدا أن المرأة جاءت للمشاركة في نشاط الإمساك بالأيدي مع الرجل. غاضبا من ذلك قام بتغيير القواعد فورا. قال إن الأزواج يجب أن يتبادلوا القبلات للحصول على تذاكر السينما المجانية. كان مقتنعا بأن المرأة لن تكون مع الرجل أبدا. كانت الفتاة متحمسة جدا وساعدته في التسجيل. لم ترغب المرأة في خيبة أمل ابنتها، لذا وافقت على أن يقبلها الرجل. في اللحظة التالية قبل الرجل المرأة. أصبح المنافس أكثر غضبا بعد رؤية ذلك. قال إن الرجل ليس مؤهلا لمواعدة جمال المدرسة، لكنه تلقى صفعة من كليهما في نفس الوقت. في تلك اللحظة ظهر والد المنافس. اشتكى المنافس بسرعة لوالده، قال إنهما قد تنمرا عليه. ومع ذلك عندما رأى والد المنافس المرأة ركع فورا. اتضح أن المرأة كانت ابنة ملياردير. لم يكن شخصا يمكن للمنافس أن يجرؤ على الإساءة إليه على الإطلاق. بعد أن سلم تذاكر السينما للمرأة أخذ ابنه بسرعة وغادر.